حبيت بس اقول هذا الكلام مع كل الاحترام والتقدير لزمايلي، ما عنديش مشكله، او زمايلي الصغيرين او الاصغر مني او اللي بيبتدوا اعلام، لكن في النهايه انت طالما قلت خبر ومتاكد منه وبتقول تفاصيله بل كمان مضى وخد فلوس، يبقى تتحمل نتيجه خبرك. وخبرك ده يكون زي ما تقولي كده ايه، خبرك ده يكون موثق، مش بمجرد كلام او واحد قال لي في النادي الاهلي. لان نفس الخبر ده اتقال ان امام عاشور مضى وخلص وقعد وطلع كل ده فنكوش، وقبل كده اشرف بن شرقي مضى وقعد وخلص وملك معرفش اليوتيوب وكل ده طلع فنكوش، وطارق حامد مضى وتعاقد وكل ده طلع فنكوش، واحمد سيد زيزو مضى وتعاقد وخد مقدم تعاقد وابوه قعد ومعرفش ايه، وكل ده طلع فنكوش. وفرجاني ساسي مضى وتعاقد وخلص وكل ده طلع فنكوش. وكان اخرها مصطفى محمد. مصطفى محمد اما اتقال ان هو راجع لجلطة سراي قال لك الاهلي هيشتريه من جلطة سراي، ومصطفى محمد جاي الاهلي اللي هو ومصطفى محمد تم تفعيل بند شرائه من قبل نانت الفرنسي، وكل ده طلع فنكوش. وحمدي النجاز والقضيه ومرتضى ومرتضى غلط ومرتضى ما اعرفش، وطلع حمدي النجاز في الاخر خسر قضيته وطلع فعلا واخد 50% من فلوسه، وطلع كل الكلام اللي اتقال فنكوش. يا جماعه احنا هنشتغل فناكيش، يعني هنشتغل الفتره الجايه فناكيش على الزمالك، هنفنكش على الزمالك طول الوقت، نفنكش على الزمالك. هل هذا هو انتصار اعلامي؟ ان انت تقول معلومه يو بروباجندا، واو ترندنتو بالايطاليانتو، ترندنتو عملنا ترند. طب ايه يا عم، بقى اسبوعين ثلاثه والموضوع هيتنسي خلاص، بس يوميها او بكره او بعده يعمل مشاهدات بو يا راجل. طب فين المصداقيه؟ فين المصداقيه؟ لكن على العموم زي ما قلت كل واحد يتحمل نتيجه اخباره، خصوصا الاخبار اللي بتؤدي الى تأجيج المشاعر ما بين الجمهورين وتوليع المشاعر ما بين الجماهير، طالما ليس لديك مستند او رسمي. يعني انا مثلا حكم مرتشي، هل ينفع اطلع اقول على الهوا الحكم ده مرتشي مثلا؟ ما عنديش معلومه. لعيب مضى في نادي وقعد في فيلة فلان وبتاع وما اعرفش ايه وخلص وخد فلوس، ما عنديش معلومه، ما اقدرش اقول. لكن ممكن اقول ايه، والله في لعيب يعني بيفكر يروح الاهلي، في لعيب والله ما اعرفش ايه، في اتفاق، في ناس بتكلمه، يعني ممكن. لكن طالما ذكرت الاسم وذكرت لاعب منتخب مصر احمد فتوح ولاعب نادي الزمالك قبل نهايه عقده، وقلت الخبر بتفاصيله واتهمت النادي الاهلي انه بيتعاقد مع لاعب ويديله فلوس وقبل نهايه عقده بسنه وشهرين، يبقى انت كده بتحمل النادي الاهلي عقوبه، وبتحمل اللاعب عقوبه، وبتحمل نفسك تأكيد خبرك أو التحقيق. ده كانت بس بعض الكلام اللي حابب أقوله للأسف يعني.